السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين يا شباب؟ يا رب تكونوا بخير دايما. تعالوا كده مع بعض نفهم ونعرف الصفحة دي بتتكلم عن ايه. دي عبارة عن كارد بروفايل. هنعمل كارد كده يكون سيمبل وبسيط. انا بعلمك الاساسيات. لو حد اتعلم HTML و CSS وناسي الاساسيات، انا بعلمك الاساسيات في الفيديو ده. بعلمك ازاي تعمل كارد، باديك الصورة جوه الكارد، ازاي نحدد البوردر ليهم، ازاي نحدد المارجن او البادنج ليهم برضه، وعاملين كونتنت تحت كده تمام، وعاملين زرار الفولو جنب الكونتنت، وعاملينه بالشكل ده تمام. وعاملين هافر طبعا على الكارد، عموما عاملين هافر على الكارد. وتعالى كده نبدا بقى نشتغل على الصفحه دي. لو بصيت الصوره هي اول حاجه، بعد كده الكونتنت. هنمسح بقى ونشوف هنعمل ايه. خلينا نبدا كده مع بعض. هنبدا في ال HTML، ننشئ الصفحه بتاعتنا، نغير كده، نخلي التايتل بتاعنا كارد بروفايل تمام. ونبدا ان احنا نشتغل على نعمل لينك. اللينك ده لوجن جيت CSS. ونبدا نشتغل على البادي بتاعنا. هنعمل ديف طالما احنا هنشتغل على الكارد. هنعمل ديف. الديف ده هيكون جواه الصوره، وهيكون جواه الكونتنت، وهيكون جواه كل حاجه. الديف الكبير ده هو بتاع الكارد تمام. هبدا ان انا اقول له انت اول حاجه عملناها دي كانت الايمج. انا عندي سورس للايمج، هجيب السورس ده من الجزء ده. خلينا نجيب السورس تمام. جبت السورس اهو. هبدا ان انا ادي له كوبي بيست، اعمله كوبي بيست بالشكل ده. وننزل تحت بقى في السطر الثاني، ببدا ان انا ادي له ديف تاني. الديف الثاني اللي انا هديهوله ده هيكون عباره عن الكونتنت، المحتوى. هدي له اول حاجه في المحتوى كانت عباره عن H2، كانت عباره عن كود ويز صاد تمام. وكان عندي باراجراف تحتها عباره برضه عن ليرن بروجرامينج ويز صاد. ده كده ال H2 والباراجراف. كان عندي شويه ارقام كده تحت، وكان في لوجهين، وكان عندي الفولو. تعال نشوف هنعملهم ايه. هنعمل طبعا ده قسم لوحده، هنعمل قسم لوحده. الثلاث عناصر اللي انا بكلمك فيهم دول، هنعمل 2 اسبان اللي هم الارقام، هنعملهم اسبان. قبلهم لوجو كده، كان كل واحد قبله لوجو. هناخد اللوجو ده تمام. نبدا ان احنا بقى نديله اي رقم، خليه مثلا 400. الاسبان الثاني هنعمل اسبان ثاني، هنعمل اسبان ثاني. الاسبان الثاني ده برضو كان ليه لوجو. هنبدا نجيب اللوجو بتاعه، ونبدا ان احنا نحط له اي رقم برضه تمام. بعد كده ببدا ان انا اضيف البوتون. خلينا نشتغل على البوتون كده، ونديله ايه الكلمه اللي هي كانت فيه، كلمه فولو، وهعمل له بلس بالشكل ده. خلينا كده نشوف الفكره بتاعتنا ماشيه ازاي. عندي الصوره كبيره طبعا انا عارف، وعندي الكونتنت اهو، كل الكونتنت تحت والنضاف 100% كويس. تعال نعمل لهم كده كلاسات عشان نقدر ننادي عليهم هنا. هنعمل كلاس لاول ديف اللي هو الديف الكبير، هسميه كارد مثلا. الديف الثاني اللي هو اللي فيه الكونتنت هعمل له كلاس واسميه كونتنت. الديف الثالث هنعمله ونسميه الفورورز مثلا، او الكونتنت كلاس اهو، هنعمل كلاس ونسميه الفورورز مثلا، اي حاجه تمام اللي انت تقدر تسميه يعني كويس. تعال نشتغل على CSS الكلام ده. اول حاجه نتاكد ان المارجن بتاعنا زيرو زي ما كل مره بنعمل. هنتاكد ان البادنج برضه بزيرو. ممكن نعمل بوكس سايزنج يبقى بوردر بوكس تمام. ونطلع كده ونبدا ان احنا ننادي على البادي بتاعنا، ونقدر ان احنا نديله باك جراوند كلر. اديله الكلر ايه مثلا؟ هديله كلر اللي هو ده مثلا، ده كلر ادينا اهو. ابدا ان انا اديله ديسبلاي فليكس. هتعمل ليه ديسبلاي فليكس؟ هنا اعمل له جاستيفاي كونتنت، واعمل له الاين ايتم، اخليهم في النص تمام. اخلي الجاستيفاي كونتنت سنتر، والالاين ايتم في السنتر. فخلينا نروح نعمل جاستيفاي كونتنت، اخليه في السنتر تمام. هعمل الاين ايتم اخليها في السنتر برضو تمام. بس الالاين ايتم هنا مش هتشتغل. ليه مش هتشتغل؟ حد عارف؟ طبعا مش هتشتغل عشان انا ما حددتلهاش هايت، ما اديتلهاش الهايت الكامل ليها تمام. فخلينا نحدد هايت كده. هروح هنا نحدد هايت تمام. نحدد الهايت مثلا 100 VH تمام. تعالى كده نشوف اهو، هتلاقيه راح في النص هنا كده، ما راحش في النص. امال ايه؟ هقول لك لا، راح في النص. ازاي راح في النص؟ عشان الصوره بس كبيره، فهتلاقي ان هو واخده ال 100 VH كلها، واخده المساحه كلها تمام. فخلينا كده نشتغل يلا على الكارد دوت كارد. اول حاجه هديله الباك جراوند كلر. خلي الباك جراوند كلر باللون مثلا اسمر، يكون اسمر مثلا الاسمر ده تمام. هبدا ان انا اديله بعد كده وايتس. هديله وايتس. الوايتس اخليه مثلا حوالي 400 بكسل. بعد كده اديله، ممكن اغير الكلر، اخلي الكلر بتاعي اللون الابيض او اللون ده تمام. اعمل ايه تاني هنا؟ خلينا مثلا احدد البوردر بتاعي اخليه نون، واعمل بوردر راديوس اخليها مثلا 20 بكسل بس كده. خلينا نشوف دلوقتي الصوره. اروح للصوره، ادي الايمج تمام. ابدا اشتغل بقى على الايمج، واشوف الجزء بتاع الايمج ده نصغره شويه، نديله وايتس. خليه
خلينا نديله وايتس مثلا اقل من الوايتس بتاع كارد عموما بحوالي 20 بكسل او 30 بكسل، فهديله مثلا 370 بكسل. انزل تحت هديله هايت، ولو يكن الهايت بتاعه 350 بكسل. فتعال نشوف كده بقى بالشكل اللي قدامك ده. انا شايفه ان الشكل ده كويس والطول كويس والعرض كويس، ولكن هنا مش تكست الاين، او لو جيت اديله تكست الاين مش هيشتغل تقريبا. فممكن نديله مارجن. تمام، ممكن نديله مارجن للجناب واللي فوق، فهديله مارجن. المارجن ده ممكن اديله كام؟ 15 بكسل. يبعد عن ايه؟ يبعد عن الكارد 15 بكسل. شوف كده، بعت هنا 15 بكسل و15 بكسل و15 بكسل، ولكن هتلاقي لسه الحواف بتاعته موجوده. فممكن نعمل ايه؟ ممكن نعمل البوردر نون، وممكن اعمل كمان البوردر راديوس اخليها 20 بكسل زي ما عملت في الكارد. فتعالى كده نشوف، هتلاقي بقى بالشكل ده، وبقى البوردر راديوس اتحددت معانا كويس قوي. تعالى بقى نبدا ان احنا نشتغل على اعمل بادنج صغير عباره عن 3 بكسل اهو، 3 بكسل، تحس ان هو داخل لجوه شويه. تمام، هبدا اشتغل مع الكونتنت ده. تعالى بقى نشتغل على الكونتنت. هقول دوت كونتنت. هل انا عايز اعمل حاجه في الكونتنت عموما؟ لا، مش هعمل حاجه في الكونتنت. هخش على الاتش 2 على طول. هبدا اضيف في الاتش 2. محتاجين ايه في كود ويز صام؟ محتاجين ان احنا نطلعها شويه هنا بره، يبقى اعمل لها مارجن ليفت. تعالى نعمل لها مارجن ليفت. هعمل لها مثلا 15 بكسل او 20 بكسل. عملت لها مارجن اهو، عملت لها مارجن ليفت 20 بكسل. بدات من هنا كويس. كمان اقدر ان انا اشتغل على الكونتنت باراجراف. هنادي على الباراجراف وادي له برده مارجن، نفس مارجن ليفت 20 بكسل. اديت له مارجن بكسل 20، فبدا برده من ايه زي ما الكود ويز صام بدا. تمام. خلينا نشتغل بقى على اخر حاجه معايا، وهي ممكن ادي لها كلر. بس الباراجراف ده ممكن ادي له كلر، اغير الكلر بتاعه، ادي له كلر نفس اللون بس هخليه غامق شويه او اخليه داكن شويه. تمام بالشكل ده كده كويس. تعالى بقى نعمل ايه؟ مارجن. ممكن اعمل مارجن بوتوم هنا، او ممكن اخليه مارجن توب هناك. تمام، ابدا ان انا اشتغل على الدوت فولورز. تمام، انادي على الفولورز. اول حاجه هعمل لهم ديسبلاي فليكس. هتقول لي ليه هتعمل ديسبلاي فليكس؟ حد عارف؟ اصلا هم كده ديسبلاي فليكس لانهم في نفس الديف. طب ليه بقى هنعمل لهم ديسبلاي فليكس؟ عشان اقدر اعمل جاستيفاي سبيس بتوين. طب ليه هتعمل جاستيفاي سبيس بتوين؟ وسبيس بتوين دي بتعمل ايه؟ بتفصل ما بينهم. يعني هي بتفصل ما بينهم، بتخلي الفولو مثلا هنا يعني بتقسم المسافه الفاضيه دي على الثلاثه. تمام. فخلينا كده نعمل بقى جاستيفاي كونتنت. هقول له سبيس ايه؟ سبيس بتوين. تمام، هعمل كمان اللهم صل على سيدنا محمد هعمل كمان الاين اي. طب واحد يقول لي هتعمل الاين ايتم ليه؟ هم مظبوطين اهو. طب تعالى كده نشوفهم مظبوطين ولا لا. مظبوطين تمام. هتعمل الاين ايتم ليه بقى؟ طب حلو قوي، هنعملها كده بس هفهمك نعملها ليه. تعالى نعمل مارجن. معلش، تعالى نعمل بقى مارجن. هنعمل مارجن حوالي 20 بكسل فوق وتحت او 30 بكسل فوق وتحت. 30 بكسل فوق وتحت، ونعمل 20 بكسل في اللجنه. تمام، بقى بالشكل ده، بقى بالشكل اللي قدامك كويس قوي. تعالى بقى نشتغل على الجزء الثاني اللي هو البوتون. فهنادي على الفولورز البوتون، وابدا اشتغل على البوتون. بقى البوتون ده محتاجين ليه وايتس، محتاجين اعمل له وايتس. هديله وايتس مثلا 120 بكسل. هديله هايت عباره عن 40 بكسل كمان، معلش 40 بكسل. اديله ايه؟ ممكن اعمل له بوردر. هشيل له البوردر اخليه نون. اعمل له بوردر راديوس حوالي 30 بكسل. اديله فونت سايز حوالي 24 بكسل. اديله فونت ويت حوالي هيبقى بولد. نخليه بولد وخلاص بدل ما نضيف رقم. واديله كلر. كده الكلر بتاعه ابيض ولا اسمر؟ كلر اسمر. خليه ابيض، خلي الكلر بتاعه ابيض. كده هنغير الخلفيه دلوقتي ما تقلقش. هنعمل باك جراوند كلر، خليها اللون الاسمر بس مش اسمر قوي يعني، خليه فاتح شويه. هتبقى بالشكل ده كده، هتبقى بالشكل اللي قدامك ده. بس انا كبرت الفونت سايز شويه، فخليه 20، خليها 20 او 19 يعني كده كويس. وممكن نصغرها اكتر كمان يعني، ممكن نخليه 19 او 18. هيبقى بالتالي كويس كده، هيبقى كويس. ايوه كده تمام قوي. ممكن بس نغير اللون او نخلي اللون فاتح شويه. حلو قوي. هبدا ان انا بقى اعمل ايه؟ هعمل هافر بس على على البوتون ده. فولو دوت فولورز بوتون. تمام، اعمل هافر. اغير الباك جراوند كلر، اخليه باللون الاخضر ده، اخضر غامق شويه. تمام، هعمل كلر، اخلي الكلر بتاعه يبقى اسمر. تعالى كده نشوف التغيرات اللي هتحصل اهو. تمام كويس. هبدا ان انا اقول له ممكن نديله كرسر كمان. كرسر هنا اللي هي بتغير بونيتور، بتغير هنا السهم. يعني هنا احنا ده الماوس اهيت سهم. تمام، اما بتروح تقف هنا كانت سهم برضو. طب لو انا دلوقتي عملت ريلود ورحت وقفت هنا، شوف غيرتها لايه؟ للبونيتور دي. تمام، غيرت كويس. تعالى بقى كده نروح على الكارد عموما، ونبدا ان احنا نضيف لها ايه؟ نعمل للكارد ديت دوت كارد. هنعمل لها هافر. ابدا اضيف ترانسفورم دي وظيفتها كارد بتاعتي بتنقل الكارد ده لاي مكان انت عايزه.
فخلينا كده بس نعمل لها نحركها 10 بكسل فوق. فطالما فوق يبقى ايه ترانسليت واي طالما اتحركها فوق، وهدي لها سالب 10 بكسل عشان تتحرك لفوق. ممكن ادي لها سكال كمان، سكال حوالي 1.03 عشان تشتغل معانا. فتعالى كده نشوف اهو بالشكل ده. تمام كويس قوي. ويبقى كده انا خلصت المحاضره بتاعتي. يا رب تكونوا استفدتوا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.